العلاقة ما بينك وما بين الحيوان بتاعتك مش علاقة محبة وود، لا هي علاقة محبة وود في حدود إن أنت تكون محب وراغب في الحيوانات وبتحب المجال عشان تشتغل فيه، لكن العلاقة لازم تكون علاقة اقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. البقرة اللي انت بتحبها بس بتخسرك يا ريت تبيعها، ده لازم تبيعها. العجل اللي انت بتحبه ومستعز بيه بس معدلات تحويله قليلة، ده لازم تبيعه، لازم تتخلص منه. ليه بقى؟ لما نيجي نتكلم عن مشاريع الإنتاج الحيواني، مشاريع الإنتاج الحيواني هي هدفها الأول هي هدفها تحقيق ربح، هو مشروع استثماري زيه زي أي مشروع. ولكن بنلاقي ان بعض المربين بتربطهم علاقه ما بين الحيوانات بتاعتهم، العلاقه ديتي بتؤدي بيهم للخساره. يعني ايه؟ تلاقي بعض المربيين، طبعا انا هنا ما بتكلمش على المربين الكبار او المزارع الكبيره، لان المزارع الكبيره هنا عدد الحيوانات الكبير، وكمان برامج اداره المزرعه هي بتعرفه مين الحيوان اللي بيكسبه ومين الحيوان اللي بيخسره، ويبدا هنا سلسله الاستبعاد او تكنيك الاستبعاد في الايه في المزرعه، لان العلاقه هنا بتبقى علاقه اقتصاديه بحته. اما بقى انا بتكلم عن المربي الصغير اللي هو عنده عدد قليل من الحيوانات، فبالتالي بتلاقي ان هو في علاقه ما بينه وما بين الحيوانات، والله البقره ده انا بحبها، والله العجل ده انا بحبه. هنا بقى العلاقه المحبه دي ممكن تؤدي بيك لخساره كبيره. ليه؟ لان انت لازم الحيوان عندك يكون حيوان اقتصادي، لازم يكون تربيه الحيوان مش عشان ان انا بحبه، لا عشان انا عايز اكسب منه، عشان الحيوان ده انا بديله احتياجاته ومحتاج ان انا احقق هامش ربح او يبقى في عائد من تربيه الحيوان ده. طيب ازاي نحسب الحيوان ده اقتصادي ولا لا؟ لما نيجي نتكلم عن ابقار اللبن او حيوانات اللبن عامه، سواء بقر او جاموس، طبعا هنا بقى سواء الحيوانات هنا حيوانات اصيله في انتاج اللبن او حيوانات خليطه، المهم ان هي تكون بتدي انتاج عالي او انتاج متوسط او انتاج بيغطي التكاليف ويبقى في عائد ليك منها. طيب البقره دي انتاجها بيبقى عباره عن ايه؟ او الحيوان اللبن ده انتاجه عباره عن ايه؟ انا باخد منه نوعين من الانتاج، باخد منه ولاده عجل مولود، وباخد منه ايه؟ موسم انتاج اللبن. وطبعا موسم انتاج اللبن هنا لازم ان موسم انتاج اللبن يكون عندك موسم منتظم، يعني ما يكونش قصير قوي ولا يكون طويل قوي. ليه؟ لان بيجي لي بعض المربيين يسالني يقول لي ده انا عندي بقره والده من السنه اللي فاتت ولسه ما عشرتش. طب انت سايبها ليه يا حاج؟ ده مشكله كبيره جدا، انت بتخسر. يقول لي ما هي بتنتج لبن، ما هي بتديني لبن. لما تيجي تشوف تكلفتها هتلاقي ان البقره ديت بتخسرك حتى لو هي بتنتج لبن. طيب نحسب لها ازاي؟ هنحسب للبقره ديت، احنا عندنا قاعده بتقول ان الحيوان الاقتصادي او الحيوان عشان يكون اقتصادي يبقى الحيوان ده لازم ياكل عشان ينتج اكتر من ياكل عشان يعيش. ليه؟ احنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل كده عن الاحتياجات الحافظه والاحتياجات الانتاجيه، ياكل عشان يعيش اللي هي الاحتياجات الحافظه، اما اللي ياكل عشان ينتج اللي هي الاحتياجات الانتاجيه. فهنا لو الحيوان ده بياكل عشان يعيش اكتر من ياكل عشان ينتج، يعني يديني فتره انتاج قليله وفتره طول السنه بياكل عندي عشان يحافظ على احتياجاته الحافظه او بديله احتياجاته الحافظه، فهنا الحيوان ده ما بقاش اقتصادي عندي، فده لازم ان انا اتخلص منه، سواء انا بقى بحبه بكرهه لازم ان انا ايه؟ استبعده وابدا ان انا ابيعه. طيب نيجي بقى لحيوانات التسمين. ايه بقى نحسب ازاي حيوانات التسمين؟ انا بحسب حيوانات التسمين العائد منها ان انا بشوف معدلات النمو بتاعه الايه؟ العجول، وبشوف الكفاءه التحويليه بتاعتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بيبقى عندي وليكن مثلا عنبر فيه 50 حيوان، ال 50 حيوان دول انا بوزنهم على فترات، وليكن مثلا كل 15 او كل 30 يوم. لو انا وزنت مثلا كل 30 يوم خدت الفرق ما بين الوزنتين، وليكن مثلا انا لقيت الوزن الفرق ما بين الوزنتين ده للعجول كلها عباره عن 30 كيلو او 40 كيلو على حسب معدلات النمو بتاعتي. طب بس انا لقيت في النص عندي عجل، العجل ده متوسط معدل التحويل بتاعه او الزياده اليوميه بتاعته بنلاقيها قد ايه؟ بنلاقيها مثلا 700 800 في وسط عجول بتديني كيلو 200 جرام او كيلو 300. لا العجل ده حاجه من الاثنين، يا العجل ده فيه مشكله وتبدا تفحصه كويس، يا اما ان العجل ده اصلا معدلات تحويله بتبقى منخفضه. ولو رجعت شفت الفيديو بتاعنا بتاعت اختيار العجول، ان انت هنا لما تيجي تنقي العجل كويس، لو انت حتى بتختار حيوانات خليطه زي ما قلنا ان الحيوانات الخليطه ديتي بتبقى انت وحظك، انت وشطارتك بقى، والحيوان ده يا اما ان يبقى خليط عالي يا اما ان يبقى خليط منخفض. يبقى هنا انا بشوف الكفاءه التحويليه بتاعت العجل، العجل ده بياكل كام كيلو علف عشان يديني كام كيلو ايه؟ نمو او زياده في الايه؟ في الوزن بتاعه.
فهنا لو انا عندي عجل او اتنين في العنبر بتاعي معدلات النمو بتاعتهم منخفضه بدون سبب، يعني مفيش مشكله ظاهره او مفيش مرض او مفيش اي مشكله حصلت للحيوان، فبالتالي هنا انا لازم استبعد العجل ده عشان العجل ده هياكل مكسب التانيين. لان انا في الاخر باجي اقول انا الحيوانات كلها، عدد الحيوانات عندي زاد كام كيلو، انا زدت بمعدلات نمو قد ايه للعجول كلها، وبقسم متوسط على متوسط عدد العجول، فهنا بيطلع لي متوسط عام. فالعجول المنخفضه في معدلات تحويلها هتقلل لي المتوسط العام بتاع معدلات النمو بتاع الايه العجول، فلازم ان انا استبعد العجول دي. كمان عندي العجل، لو انا عندي الحيوانات سايبه بيبقى عندي حاجه اسمها العجل الخجول. العجل الخجول اللي هو معدلات تحويله كويسه، ولكن العجل مش جايب اخر معدلات التحويل بتاعته، نتيجه لان العجل ده بيخاف ان هو يدخل على العلف. العجل ده حاجه من الاثنين، يا اما ان انت غاوي بقى ان انت تربيه، فهتبدا ان انت تعزله في مكان او تنقله من العنبر بتاعه لحيوانات تانية، او ان انت تتخلص منه عشان العجل ده برضه هيكون معدلات تحويله قليله عشان ما بيحصلش على احتياجاته، وهنا هيخسرك برضه. يبقى هنا الهدف عندي هدف اقتصادي، لان ده مشروع استثماري مش جمعيه خيريه، ده مشروع اقتصادي، فانا بربي الحيوانات عشان احصل منها على عائد، عشان في الاخر انا حققت هامش ربح من استثماري في المجال ده. وطبعا هنا لما نيجي نتكلم عن هامش الربح لازم تكون حاطط في اعتبارك ان انت عندك ريسك عالي بالنسبه للتعامل مع الحيوانات، فبالتالي انا لو حاطط مبلغ في الحيوانات ديتي لازم يكون في عائد ما يوازي ان انا لو حطيت الفلوس ديتي في مصدر اخر امن زي البنوك مثلا، يبقى انا هنا هيحقق لي هامش ربح قد ايه. يبقى انا هنا لازم في المزرعه او في المشروع بتاعي يبقى في على الاقل ان المبلغ اللي انا العائد اللي انا هحققه ده يكون اعلى من العائد اللي انا حطيت الفلوس دي في البنك. فهنا المشروع مشروع اقتصادي، فلازم ان انت تتحرى الدقه وما يبقاش في ميول شخصيه او ميول عاطفيه ما بينك وما بين الحيوانات، انت بتبدا تستبعد. لان الموضوع ده بيتم في المزارع الكبيره بسيمتريه، وشيء اساسي عنده في المزرعه ان هو بيتم استبعاد الحيوانات الغير اقتصاديه، سواء بقى ايا كان معدلات انتاجها او ايا كانت هي عمرها قد ايه او مرحلتها الانتاجيه قد ايه في موسم كام بيتم استبعادها. يعني ممكن عجله تكون اول موسم ليها ويتم استبعادها لان هي غير اقتصاديه، سواء بقى اصيبت بالتهاب ضرع او ان هي عندها مشاكل تناسليه او مشاكل في الانتاج او انتاجها منخفض او ايا كانت ايه المشاكل. او ممكن بقره تبقى في الموسم السادس او السابع ويتم استبقائها لان هي ايه لسه انتاجها عالي وبتديني اقتصاديه في انتاجها من اللبن. يبقى هنا ايه المشروع عندي مشروع اقتصادي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.